نتائج التسويف. أول حاجة التسويف بيخلي عندك ضيق في الوقت وبيضطرك إنك تنجز المهمة بتاعتك أو العمل بتاعك في وقت ضيق جدا. ودايما الأعمال اللي بتنجز في اللحظات الأخيرة دي بينتج عنها عمل بجودة منخفضة بسبب السرعة في أداء العمل ده. طيب نتائج المماطلة بتؤدي طبعا إلى إنجاز المهمة ببطء شديد جدا مع احتمالية كبيرة إنك تقدم حاجة جودتها قليلة جدا، وده بسبب ضياعك للوقت في تفاصيل غير ضرورية. وبدل ما تضيع وقت كبير في جوهر الموضوع بتضيعه في تفاصيل غير ضرورية، وده كمان ممكن يخليك تفوت الموعد النهائي لتسليم العمل ده. في شعور بيبقى ملازم للتسويف والمماطلة. ايه هو الشعور اللي بيجيلك وقت التسويف؟ التسويف بيبدأ بقلق شديد وتوتر قبل بداية المهمة، وبينتهي معاك بشعور بالذنب وبعد كده شعور بالندم لكن بعد فوات الأوان. طيب المماطلة بتديك دايما شعور بالإحباط بسبب البطء الشديد لإنجاز المهمة في الأول، وبعد كده بتخليك تحس بالإرهاق النفسي رغم إن أنت ما أنجزتش المهمة بتاعتك.